أهلا بيكم. اللي ما يعرفنيش أنا رضوى رضوان، وده بودكاست لسه صراحة ما قررتلوش اسم. لسه هنفكر في أسماء مع بعض، والفترة اللي فاتت أنا لسه منزلة فيديو من حوالي 3 شهور وما نزلتش بعديه حاجة لأسباب مختلفة، كلهم أسباب أنا اللي اخترعتها. وبرغم إني كنت بعمل كونتنت مختلف على بقية السوشيال ميديا بلاتفورمز، ولكن صراحة البودكاست بيبقى من أحلى الحاجات اللي بعملها. وبمناسبة السوشيال ميديا بلاتفورمز، ما تنسوش تبقوا تدخلوا عندي على الديسكريبشن وتعملوا لي فولو على بقية الحاجات. فيلا بينا. انا هفهمها لكم بمنتهى البساطة. اي حاجة انت عايزها هي احساس. يعني العربية اللي انت عايزها هي احساس، والفيلا اللي انت عايزها احساس، والسفرية اللي انت عايزها احساس، والجسم الحلو اللي انت عايزه احساس، والحد اللي بتحبه اللي انت نفسك يبقى في حياتك هو احساس. كل الحاجات دي هتديك نوع من المشاعر اللي انت محتاجها، أيًا كان الفخر أو التعالي أو الأمان أو الحب أو الثقة، أيًا كان المشاعر اللي أنت محتاجها. كل الحاجات دي هي مجرد مشاعر. يعني كل حاجة فيهم بتدّيك إحساس معيّن أنت محتاجه، فإزاي هتجيبه؟ نجيب العربية. ساعتها لو أنت قدرت تفهم إن أنت ممكن تدّي لنفسك المشاعر دي بدل ما تقعد تستنى الحاجات دي لمّا تجهز عشان تعرف تاخدها، هتبقى زي ما بيقولوا كده لعيب. هتعرف تعمل كل اللي أنت عايزه، وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك مرتاح، ومش دايمًا عليك ضغط إن أنت لسه الإحساس ما جاش، لسه الإحساس ما جاش، لسه الإحساس ما جاش. لإن ببساطة أنت خلاص بقيت عارف إن أنت تقدر تدّي لنفسك الحب والاهتمام والفخر والعزة والثقة اللي أنت عايزهم، وأنت في الطريق للحاجات التانية. يعني الجسم الرهيب اللي أنت عايزه أو العربية الغالية اللي أنت نِفْسك فيها، الحاجات دي غالبًا هتاخد وقت. يعني مش في يوم وليلة ولا في سَنة، سنتين، يعني ممكن الجسم يحصل في سَنة، سنتين، بس العربية ممكن تحتاج شغل أكتر من كده شوية. في الطريق ده لو أنت بس شايف الطريق النهائي، لو أنت بس شايف النهاية، هتفضل دايمًا عامل زي اللي تايه في صحرا وشايف بُقعة مَيّة بعيدة، وهو بيتهيأ له إنه شايف بُقعة مَيّة بعيدة من كتر العطش، بس هي مش موجودة. لكن اللي معاه إزازة مَيّة وبيشرب منها بُق، بُق وعارف إن آخر الطريق فيه وليمة كبيرة حلوة أوي، هيفضل مستمتع بالطريق، لإن معاه مَيّة already ومعاه حاجات بتساعده وبتسنده وبتحسسه بطريقه وبتفكّره بهدفه، وفي نفس الوقت بتخلّيه يستمتع بالطريق، يستمتع بالشجر والهوا والسما والشمس والسحاب، وفي نفس الوقت هو فاكر الهدف الأخير. عشان كده دايمًا لازم تبقى عارف إن الحياة مش مجرد أهداف. يعني حياتك اليومية مش هدف أنت بتقوم من النوم تعمله. أي نعم في to do list وفي حاجات بنبقى عايزين نخلّصها قبل ما اليوم يخلص، ولكن الأهداف الكبيرة اللي أنت لمّا بتفكّر فيها جسمك بيقشعر دي وتعيّط، دي ما بتحصلش في الحياة غير مرّة، مرّتين، 3. لكن الحياة اليومية أبسط وأهدى بكتير من كده. ومع الأسف السوشيال ميديا خلّتنا حاسين إن إحنا كل يوم لازم ننجز حاجة رهيبة عشان نحس إن إحنا نستاهل، أو نحس إن إحنا ممكن نوصل. ومع إني عمري ما هابقى الشخص اللي هيقول لكم اقعدوا وما تعملوش حاجة وtake it easy يا عزيزي وبراحتكم وإحنا ورانا إيه وعُمر طويل وبراحتنا. أنا عمري ما هابقى الشخص اللي هيقول لك كده، ولكني هابقى الشخص اللي هيقول لك إن الحياة لازم تتاخد ببساطة شوية. لإنك لو فضلت شايف الأهداف ومش شايف اللي حواليك هتفضل حاسس بنقص، وكل ما هتوصل لهدف هتحس بالنقص بسبب الهدف اللي بعديه. لإن دي طبيعة البني آدم، عاجباك أو لأ، دي طبيعتك. أنت عايز أكتر، ولو في يوم من الأيام صحيت من النوم لقيت عندك الجسم المثالي، هتبقى عايز العربية العالية جدًا، ولو جبت العربية هتبقى عايز الفيلا، ولو جبت الفيلا هتبقى عايز الشخص اللي بتحبه وبيحبك وبتموتوا في بعض، ولو جبت ده هتبقى عايز تخلّف، ولو جبت ده هتبقى عايز فلوس أكتر، وده الطبيعي. وده الحاجة اللي إحنا بنرفض إن إحنا نصدّقها لمّا بيبقى عندنا هدف، بنبقى معميين بشكل الهدف ده وبنبقى ناسيين إن إحنا ناخد بالنا من الطريق، لإن الطريق ده ممكن تتعلّم فيه أكتر بكتير وتستفاد بيه أكتر بكتير من الهدف، لإن الطريق ده هو اللي من الآخر بيشيلك ويحطّك، هو اللي هيوديك وهو اللي هيرجّعك وهو اللي هيقعّدك وهو اللي هيوقّعك.
الطريق هو الحكاية، من الآخر حكايتك اللي أنت هتحكيها. عشان كده نرجع تاني لpoint إن أي هدف هو مشاعر أنت محتاجها، لإن الهدف بيحسسك بحاجة معينة. إحنا كبني آدمين متصممين إن إحنا يبقى عندنا الego. عارفين الego ده هو إيه؟ الego ده هو الحاجة اللي أنت اتولدت واتربيت فاستوعبتها أو خدتها من المجتمع اللي حواليك. يعني الego بتاع كل بني آدم مختلف عن التاني، والego ده هو اللي بيعيش لمّا الناس بتمدحك، أو لمّا بتحس إنك صح، أو لمّا بتحس إنك إنسان ليك هدف وليك غاية. عشان كده كلنا عندنا أهداف. ما فيش حد في الدنيا دي مهمًا كان ما عندوش قدر من العلم كفاية أو ما عندوش قدر من الرؤية كفاية إلا وكان عنده هدف، وكل واحد هدفه بيتسيستم على الحياة اللي حواليه. يعني ببساطة لو لقيت بنت غلبانة بسيطة ممكن تكون ما كمّلتش تعليمها، ممكن يكون أهدافها في الحياة بسيطة جدًا في رؤياك أنت، مع إن أهدافها دي مهمة جدًا، جدًا بالنسبة لها، وأهدافك المهمة جدًا، جدًا بالنسبة لك ممكن تكون قصاد حد تاني عنده قدر من العلم والمعرفة المختلف عنك، مش لازم يبقى أكتر، بالنسبة له هتكون بسيطة وخفيفة وقليلة جدًا، لإن كل واحد فينا اكتشف الحياة وشافها بشكل مختلف، وكل واحد فينا عايز يثبت نفسه بأي شكلٍ كان. عشان يحس إن ليه هدف في الحياة دي، وإن الego بتاعه يقدر يعيش ويتعايش ويadapt مع الناس، لإنك لو ما حسيتش بقيمة لنفسك هتحس إنك ولا حاجة، هتحس إنك ما لكش لازمة وإن أنا اتخلقت ليه وهو أنا باعمل إيه في الدنيا دي. والأهداف دي كلها محتاجة استمرارية. أنا عارفة إنك سمعت الجملة دي كتير، وعارفة إنك زهقت منها، ولكن استمرارك على الشيء هو الحاجة الوحيدة اللي هتوصّلك للحاجة. ما فيش أي هدف ليه معنى في الحياة ممكن تصحى من النوم تلاقيه، ولو في هدف حد صحي من النوم لقاه، صدّقني بعد قليل أوي هيحس إن هو مش عارف هو مين، أو هو إيه اللي أنا باعمله ده، أو الحاجة دي أنا أستحقها والّا لأ. عشان كده الدنيا اتصممت واحدة، واحدة. ما فيش حاجة على طول، وما فيش حاجة بتحصل في يوم وليلة. لازم تاخد فترة عشان تفهم الحاجة دي، ويبقى عندك حكاية برضه. يعني مثلًا تعالَ نقول إن أنت عايز الجسم المثالي والصحة الفائقة، لو كسّرت الهدف ده لعادات يومية بسيطة، استمرارية ما بتبطّلهاش، في يوم من الأيام هتلاقي نفْسك صحيت من النوم وأنت مش واخد بالك وأنت وصلت لهدفك أصلًا. بقت عاملة كده زي إنك بتقوم من النوم تغسل سنانك، ما بقيتش محتاج تفكّر فيها ولا أنت محتاج تعمل مجهود عشان تعملها. بقيت بتقوم من النوم، تعالوا نقول مثلًا بتعمل الأكل اللي أنت فاهم سعراته وفاهم هو فيه nutritions إزاي، وبعد كده بتنزل الgym لإن الgym بالنسبة لك أو التمرين بأيًا كان نوعه، رياضة، باسكتبول، تمشية، جري، أيًا كان، بقيت بالنسبة لك دي حاجة ما بقاش ينفع حد يتناقش معاك فيها. وده ياخدنا لنقطة تانية، هي إن الأهداف اللي أنت عايز توصل لها دي، عشان توصل لها لازم يبقى عندك حاجة اسمها unnegotiables. يعني إيه unnegotiables؟ يعني حاجات ما حدش ينفع يتكلم معاك فيها. عارف كده مثلًا، نقول مثلًا معظمنا أول ما بيصحى من النوم بيغسل وشه ويغسل سنانه، ده شيء 99% من الناس بتعمله، ولو أنت ما بتعملش كده فأرجوك اعمل كده، يعني الموضوع مش مستحمل. ودي بالنسبة لك حاجة ما حدش ينفع يتكلم معاك فيها، ما حدش ينفع يقول لك قوم من النوم وما تغسلش سنانك، لإن بالنسبة لك دي حاجة خلاص بقت لا يُناقش فيها. وأيًا كان العادة اللي أنت عايز مستقبلك يبقى عليها، لازم تبقى بالنسبة لك لا يُناقش فيها. التمرين لا يُناقش فيه، والأكل الصحي لا يُناقش فيه، والقراية لا يُناقش فيها، وحُب الذات لا يُناقش فيها، وطريقة كلامك مع نفسك لا يُناقش فيها. والصلاة لا يُناقش فيها أيًا كانت ديانتك، لازم يبقى ليك نوع من الصلة مع ربّك واللي خلقك. بالنسبة لك الحاجات دي ما ينفعش حد يتكلم فيها، ما ينفعش حد يقول لك يا عم فاكس أو كبّر دماغك أو هو هيحصل إيه.
ولمّا تلاقي حد بيعمل معاك كده لازم تاخد بالك، وتاخد بالك إن البني آدم ده لازم تبقى مراعي جدًا، جدًا، جدًا لوجودك حواليه، وأنت بتعمل إيه حواليه، وإزاي بيسيقك أو بيمشّيك وراه، والّا أنت اللي بتمشّيه وراه والّا أيًا كان السياق اللي أنت فيه. وهو دي الحاجة اللي هتخلّيك توصل لهدفك واحدة، واحدة وأنت مش واخد بالك. يعني لمّا بتعمل الحاجة وتبتدي تحبها، أنت ما بتبقاش مركّز في الهدف على قد ما مركّز في النهارده هتعملها والّا لأ. واحدة من الأمثلة اللي تبقى ليّا أنا يعني، هو إن أنا ابتديت الgym تقريبًا من سنتين. في الأول كنت رايحاه لمجرد فكرة إن أنا عايزة أخس أكتر وعايزة أضبّط شكل جسمي، ما كانش في دماغي ولا عضلات ولا تمرين ولا بروتين ولا الكلام ده كلّه. واحدة، واحدة ابتديت أفهم أكتر عن الموضوع، وابتديت بشكلٍ ما أحب الموضوع، وابتديت أحب فكرة إن أنا أشيل حديد وإن أنا أتمرّن تمارين معيّنة وإن أنا أعمل الحاجة 4 مرات في الأسبوع وأروح هناك وأنسى الدنيا هناك، وابتديت أشوف ناس بتعمل كده زيي، وابتديت أfollow ناس بتعمل كده زيي، ودي من أهم الحاجات وهنتكلم فيها بعد شوية، فابتديت أحب الprocess، ابتديت أحب الرحلة. ابتديت إن أنا أحس إن أنا باعمل الحاجة دي كل يوم عشان أنا باحبها، مش عشان أنا مستنية الsix packs ولا أنا مستنية العضلة لمّا تظهر ولا أنا مستنية إن أنا يبقى شكلي حلو جدًا في الفستان المعيّن، أنا خلاص بقيت باحب الموضوع، أنا دماغي بقت بتفكّر هو الأكل ده فيه بروتين قد إيه وفيه carbs قد إيه وفيه fibers قد إيه، خلاص دي بقت بالنسبة لي حاجة أنا باحبها، وكذلك القراية حصل معايا فيها نفس الشيء، مع إني قعدت سنين باحاول أحب القراية وكنت معتقدة إني عمري ما هاحب القراية، لإن ببساطة كنت مجرد ما باقرا شوية باحس إن أنا دماغي صدّعت من كتر الموضوع ما كان بيضغط عليَّ. واحدة، واحدة ابتديت آخد الموضوع step by step وبدون ما أحط على نفسي ضغط إن أخلّص كتاب في شهر. أنا بالنسبة لي أنا كان ممكن أخلّص كتاب في شهرين 3 عادي أو أكتر كمان. لمّا ابتديت أحط لنفسي أهداف بسيطة وابتديت إن أنا أشوف حاجات أنا فعلًا عايزة أقراها وأنا فعلًا عايزة أفتحها، ابتديت أحب القراية. واحدة، واحدة بقيت باقرا مختلف أنواع الكُتب، من الروايات أو الكُتب الself help أو آمم، اللي هي اللي بتساعدك في حياتك أو الحاجات اللي بتساعدك كbusiness أو أيًا كان نوع الكتاب اللي أنت ممكن تروح له، بقيت باقراه وكمان بقيت باقرا وكمان بقيت باسمع كُتب، وهو دي الفكرة إن أنت تحب الحاجة اللي أنت بتعملها. لإن صدّقني لو الهدف اللي أنت عايزه ده كبير أوي، عمرك ما هتوصل له غير لو حبيت الرحلة بتاعته، لإن الرحلة بتاعته دي هي الطريق الوحيد اللي ممكن توصل له، أنت ممكن تقعد تتخيل الحلم ده كل يوم في حياتك، كل يوم في عقلك أنت بتتخيله وبتتخيل إنك بتعمله وعايش فيه، ولكنك ما بتعملوش لإن أنت دايمًا بتتخيل اللحظة الأخيرة، لمّا أوصل، لمّا أكون هناك، لمّا أجيب الحاجة دي. أنت عمرك ما بتبُص على الطريق اللي لازم يوصّلك للحاجة دي، دي قاعدة الحياة، دي حاجة أنا باصدّق فيها جدًا هي إن كل حاجة في الحياة دي ليها أمثلة بسيطة وأمثلة كبيرة، زي بالضبط الهدف اللي أنت عايز توصل له ده، في طريق طويل وصعب ومليان مشاكل وحاجات كتير لازم تمشيها عشان توصل للرحلة بتاعتك والpoint اللي أنت عايز توصل لها. زي بالضبط أمثلة بسيطة جدًا في الحياة، زي إنك لازم تمشي الطريق الطويل عشان توصل للحتة الجميلة اللي أنت عايز تاخد فيها رحلة جميلة وweekend لذيذ عشان تفرّح نفسك وتبسط نفسك شوية، أو إنك لازم تتعلم وتعمل خطوات معيّنة عشان تعمل طبخة طعمها حلو أوي، لازم تشوف فيديوهات ولازم تمشي خطوة بخطوة ولازم تعمل مقادير معيّنة، ما ينفعش تفتح وتغمض تلاقي الطبخة قدّامك لو ما فيش حد عاملها لك، لو ما فيش غيرك يبقى أنت الوحيد المسؤول عن ده، وفي الرحلة دي لازم تلاقي ناس تساعدك، يعني لازم تحيط نفسك بناس عندها أهداف مشابهة للي أنت عايز توصل له. أيًا كان الناس دي ممكن تلاقيهم في groups معيّنة أو تاخد كورس فتتعرّف على ناس أو تروح الgym فتتعرّف على ناس، أو أبسط الأشياء وأهم الأشياء هو الناس اللي أنت بتتابعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ودي حاجة من الحاجات اللي الناس ما بتاخدش بالها منها وبتعمل follow لأي حد عجبها، ولكن إحنا مع الأسف بقينا دلوقتي بنقضّي أكتر من معظم يومنا على الموبايل. وما حدش يقول لي لأ، لإن هو دي العصر بتاعنا مع الأسف إلا من رحم ربي.
فعلى الأقل خلّي الوقت اللي أنت قاعد فيه على الموبايل ده أو بتقلِّب فيه، خلّيه وقت مفيد بقدرٍ ما. يعني اعمل follow للناس اللي شبهك واللي عايزة توصل لحاجات شبهك. أنا عن نفسي كنت عندي account زمان وبعد كده عملت الaccount الpublic بتاعي وابتديت إن الaccount الpublic ده لو دخلتوا على الfollowings عندي غير الناس اللي أنا أعرفها، هتلاقوا إن أنا عاملة follow دايمًا لناس يا إما بيساعدوني في إن أنا أصوّر أحسن، أو إني الgym والتمرين والأكل والرياضة، أو إن الself help journey كلّها على بعضها، أيًا كان الحاجة اللي أنت عايز توصل لها والحاجة اللي أنت شايف نفسك فيها، اعمل follow لناس بتعمل نفس الحاجة دي، اعمل follow لناس بتقول لك إزاي تعمل الحاجة دي، وده أهم من إن أنت تعمل follow لناس already وصلت. في ناس بتصوّر اللي هي عملته بس، وما بتقولش الرحلة وما بتقولش التفاصيل وما بتقولش إزاي أعمل ده، وفي ناس تانية بتقول لك إزاي تعمل ده، وبتساعدك لله في للوطن، بتقول لك تعمل إيه وما تعملش إيه، وإيه اللي قدّامك، وإيه اللي لازم تتحداه، وإيه اللي لازم تتعداه، عشان توصل لحاجة مشابهة للي هُم فيه. ولكن عمرك، عمرك، عمرك ما تحاول تقلد حد 100%. حاول دايمًا إن يبقى ليك شخصيتك المختلفة، وحلمك المختلف، ووجهتك المختلفة، ونظرتك المختلفة عن الحاجة. لازم دايمًا يكون عندك ثقة في الرؤية اللي ربنا ادّيها لك. لإن هاقول لك على حاجة، ما فيش حد ربنا ادّى له رؤية معيّنة في حاجة معيّنة هو عايز يوصل لها إلا وكانت حقيقية. لو أنت عندك الإحساس بتاع اللي هو أنا هاوصل في يوم من الأيام، والإحساس ده على فكرة مش عند كل الناس وده اكتشفته مؤخرًا، إن مش كل الناس عندها الإحساس بتاع أنا هاوصل في يوم من الأيام وإن أنا عندي قدرة ومقدرة أكتر بكتير من اللي أنا فيها دلوقتي، وإن أنا في يوم من الأيام هابقى فيها، وإن في يوم من الأيام هابقى في حتة أنا ذات نفسي ما أتخيلهاش. ربنا ما بيحطش ده أبدًا في قلبك إلا عشان أنت عندك قدر من القوة اللي يخلّيك توصل لده، ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها، هو ده بالضبط أنت نَفْسك عندها وِسع معيّن، وربنا مدّيك الوسع ده ومدّيك التكلفة دي لإن دي بتاعتك أنت، عشان كده اوعى، اوعى، اوعى ودي نصيحة أخيرة يعني، إن أنت تفضل تشارك أحلامك مع الناس. مش كل الناس بتحبك، ومش كل الناس عينيها أحسن حاجة، ومش كل الناس ودي أهم واحدة فيهم عندها نفس الرؤية اللي عندك، أنت عندك رؤية ووجهة نظر لحلمك بشكل شبه يكون كامل، الناس التانية ما عندهاش نفس الفكرة دي، وأنا لمّا آجي أدّيك رأيي في حاجة غالبًا هاكون الناس التانية ما عندهاش نفس الرؤية دي، وغالبًا لمّا بتقول حلمك أو هدفك لحد مش هيقول لك الحاجة اللي أنت عايز تسمعها، لإن ببساطة هو شايف اللي هو وصل له هو أعلى حاجة، بالذات لو هو حد كبير، فبالنسبة له إن أنت تقول له لأ ده أنا عايز أعمل أكتر، بالنسبة له ده شبه جنون، لإن هو حاسس إنه خلاص اكتشف الدنيا واكتشف الناس وعرف الدنيا خلاص، وبقت هي دي وجهة نظره أو منظوره، فمنظوره يختلف كثيرًا، كثيرًا، كثيرًا عن منظورك. عشان كده ما تمشيش تقعد تشارك أحلامك وأهدافك مع الناس، لإن دي مش بس هيخلّيك تهبط بسبب آراء الناس، وبسبب إن مش كل الناس عايزة لك الأحسن، وإن مش كل من تفتكره بيحبك بيحبك، ولكن كمان في حاجة في العقل بتخلّينا إن إحنا لمّا نتكلم عن أهدافنا، بتخلّينا زي نحس بنوع من الرضا كإننا وصلنا له مع إننا ما وصلناهوش ولا حاجة. لإنك ممكن تقعد مع حد وتلاقيه بيشجعك وبيحمسك للحاجة دي، فتاخد نوع من الهدف اللي أنت أصلًا كنت عايز توصل له، ما هو أنت كنت عايز توصل للهدف ده أوي عشان تشوف عشان تشوف التقدير اللي في عين البني آدم ده، ولكنك لسه ما عملتش حاجة، أنت مجرد قُلت له خطة أو قُلت له هدف أو قُلت له حلم أو قُلت له حلم، عشان كده خُد بالك كويس أوي من الأهداف اللي أنت عايزها، خُد بالك من كل تصرُّف بتعمله كل يوم. وما تنساش أبدًا، أبدًا، أبدًا إن ما فيش حلم اتحط في قلبك إلا وكان ليك، أو ربنا هيدّيك الأحسن منه كمان. بس كده، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، ما تنسوش تعملوا like وshare وsubscribe ولو حابين اعملوا لي comment اكتبوا فيه رأيكم عن الepisode لو عايزينّي أطوّر أي حاجة تانية، ولو عندكم أفكار مختلفة تانية لحلقات مختلفة، يا ريت تقولوها لي وتكتبوها في الcomments. بس كده، وأشوفكم الأسبوع الجاي.